اطلاق منتجات او خدمات جديده. بالضبط. يعني ايضا احنا في طريق الاطلاق يعني ودنا نعرف يعني مشروع اهميه، يعني مثل اليوم واحد بيطلق مشروع جديد يعني واستمراره والمنتجات الامانه والخدمات نفسها، يعني اليوم شلون من وين يبتدي من وين ينطلق وشلون شنو افضل طريقه يعني؟ واو سؤالك متشعب، انا محتاج ساعه مساء الخير يا كويت كلها علشان اجاوب السؤال هذا، بس بحاول اعطيك رؤوس اقلام في كل جزئيه من الجزئيات اللي سلط عليها الضوء عبد الله. لما نتكلم اليوم عن فكره مشروع، قبل لا تسوي اي شيء بالفكره لازم تجتهد وتدرس السوق. هل السوق محتاج الخدمه والمنتج؟ هذا رقم واحد. اثنين، من الشركات او المحلات اللي قاعد تقدم نفس الخدمه او المنتجات اللي موجوده بالسوق؟ وشلون بامكانك انت كصاحب مشروع تقدم منتج بطريقه افضل من ناحيه مميزات وفوائد للناس والعملاء، او خدمه انت اللي تقدمها. جميل. اذا قدرت انك تقدم شيء افضل حتى لو 10% 20%، اغلبيه الناس يفكر لما تعلن عنده فكره مشروع يبي يسوي شيء الناس ما سووه. صح طبعا أكيد. اذا انت عندك فلوس وايد تسوي الشيء هذا اكيد طبعا، لان اذا الناس او مشاريع ما اتجهت حق المنتج او الخدمه هذه معناته في شيء يمكن السوق ما يكون مستعد حق الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه. حلو. فاذا السوق مو مستعد للخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه راح تتوهق، لان راح لازم تعرف المنتج وتحاول تقنع السوق بالخدمه او المنتج اللي انت تقدمها. فلازم تصرف مبالغ طائله في انك تقنع الناس انها تشتري المنتج والخدمه. اكيد. بس لما يكون المنتج او الخدمه موجوده واطورها 20 25% وارد اقدمها بالسوق بطريقه افضل، هني انا قاعد احقق مبيعات افضل طبعا. ونجاحك بالمشروع راح يكون اسرع من نجاح واحد اطلق مشروع من الصفر. نعم صحيح. شيء الناس ما تعرفه، شيء الناس مو متعوده عليه. صح. الحين الموضوع مو بس في اطلاق المشروع، وهذه الجزئيه الثانيه في سؤالك عبد الله. ان انا اطلقت المشروع، هل راح ينتهي الدور؟ لا، دورك ما راح ينتهي. اكيد. لان لازم يكون عندك تسويق مستمر للمنتج او الخدمه اللي تقدمها او العلامه التجاريه. عدل. لان الناس راح تنساك. اكيد. يعني فتره والناس ممكن تنسى، هذا يمكن مهندس خالد تخليني اركز على نقطه وايد مهمه خصوصا في الاونه الاخيره وفي ظل انتشار السوشيال ميديا اكثر، او يمكن الاغلب يركز دائما اذا عنده اي مشروع على التسويق الالكتروني. فانا ودي اتكلم اليوم شنو اهميه التسويق الالكتروني خصوصا للمشاريع الصغيره والناشئه. التسويق الالكتروني فتح باب جديد للمشاريع الصغيره قبل المشاريع الكبيره لسبب